السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ النهارده بإذن الله هناخد مع بعض الدرس التاني عندك في الوحدة الأولى في الترم التاني، أو زي ما مكتوب في كتاب المدرسة الوحدة التالتة، لأن أنت أخدت وحدتين الترم الأول، الوحدة الأولى والتانية، فأنت بتكمل هنا الوحدة التالتة. تمام؟ فيلا بينا مع بعض في الدرس التاني في الترم التاني. يلا هنتكلم النهارده عن حاجة اسمها حضارة فينيقيا. مبدئيا كده فينيقيا يا مستر اللي هي دلوقتي بلاد الشام. بلاد الشام اللي هي دلوقتي سوريا ولبنان وفلسطين. ركز كده معايا. اولا حضارة فينيقيا دي من ضمن حضارات العالم القديم ومن حضارات الشرق، ده مبدئيا يعني. وركز معايا عشان درس النهارده مهم. بيقول لك ان تميزت بلاد الشام اللي هي فينيقيا بموقع جغرافي متميز. يبقى اول معلومه عرفتها ان موقعها الجغرافي متميز، يعني كان ده كده من احد عوامل قيام الحضاره الفينيقيه. احنا مش قلنا ان من عوامل قيام الحضارات اي حضاره من عوامل قيامها الموقع الجغرافي المتميز ووجود الانهار، صح كده؟ فاذا بلاد الشام موقعها الجغرافي كان متميز، يبقى اذا ده كان من احد عوامل قيام الحضاره. مفيش كلمه اكتبها هنا غير لما تكون انت كاتبها عندك، تمام كده؟ كل كلمه بكتبها انت كمان تكتبها. قال لك بسبب الموقع ده وبحاجات تانية قامت حضاره عظيمه. مش انا بقول لك اهو ان ده من عوامل قيام الحضاره؟ فبسبب الموقع المتميز وبسبب شويه حاجات تانية قامت حضاره عظيمه اللي هي حضاره بلاد فينيقيا. حضارات عظيمه دي يا مستر زي حضاره بلاد فينيقيا، وزي حضاره اسمها الحضاره الاراميه، وحضاره اسمها العموريه. يبقى انا عندي الحضاره الاراميه، الحضاره مش الحراميه، الاراميه، والحضاره العموريه، والحضاره الفينيقيه. قال لك بلاد الشام دي معلومه كده، دي كانت مهد للديانتين اليهوديه والمسيحيه، يعني طلعوا من بلاد الشام. دي كمان يا مستر بارزت، كان ليها دور بارز في نشر الدين الاسلامي. يبقى هي كانت مهد للديانتين المسيحيه واليهوديه، وساهمت في انتشار الدين الاسلامي. طيب تعال بقى نعرف على الحضاره الفينيقيه. مش هنتكلم احنا على الاراميه ولا العموريه، هنتكلم عن الحضاره الفينيقيه. انت فاكر انت في الدرس اللي فات قلنا يا مستر ان هنا كان في حاجه اسمها مثلث الحضارات اللي كان قاعدته هنا شبه الجزيره العربيه، ومثلث الحضارات يا مستر كان على راسه بلاد الشام اللي هي حضاره فينيقيا. هنا كده كان حاجه اسمها بلاد الشام. طيب بص كده بقى وركز معايا قوي. الخريطه دي مهمه، دي خريطه البحر المتوسط. هنا كان عند البحر المتوسط دوله مصر، وهنا اسيا الصغرى اللي هي دلوقتي تركيا، وهنا الفينيقيون. طيب هنا كان في مين؟ اليونانيين. يبقى كده مستر كان هيبقى في تواصل بين الفينيقيون ومصر، وكمان مع تركيا، وكمان مع اليونان. وهنعرف ازاي هتتواصل مع اليونان عن طريق مدينه هنا اسمها قرطاجه، هتكون احد المستعمرات الفينيقيه. هناخد الكلام ده دلوقتي. فاذا يا مستر كان في تواصل حضاري بين الفينيقيين وبين اسيا الصغرى وبين مصر وبين اليونان. ركز بقى كده معايا. طبعا دول في الشرق، دي حضاره موجوده في الشرق، لكن اليونانيين دي حضاره موجوده في الغرب. تمام كده؟ تمام. ركز معايا بقى في المدن دي. في مدن تبع الفينيقيون، مدينه اسمها حيفا وعكا وصور وصيدا وبيروت وجوبيل واوغريد، ومدينه اسمها بعلبك. اسمها ايه؟ بعلبك. بص بقى كده معايا لو تركز هتلاقي ان كل دول داخل، بص في الداخل جوه. دي يا مستر طالعه لبره اهي، بص دي داخل اهي. بعلبك هي الوحيده اللي ايه؟ اللي مش تبعهم. بص دي موجوده فين؟ موجوده عند الظهير الساحلي. يبقى انا اول حاجه عرفت يا مستر ان فينيقيا دي موجوده عند الساحل الشرقي للبحر المتوسط. ماشي كده؟ يبقى الفينيقيون موجودين في الساحل الشرقي للبحر المتوسط. تعال بقى نشوف الكلام اللي انا بقوله ده هنا بقى. احنا شفناه على الخريطه. مبدئيا كده حبيبي بيقول لك ان الحضاره الفينيقيه ان دول يا مستر اول ما استقروا على الشريط الساحلي لسوريا وساحل فلسطين ولبنان.
ما قلت لك ان الثلاثه دول اسمهم بلاد الشام دلوقتي. طيب مبدئيا كده بيقول لك ان اطلق الاغريق على الفينيقيون اسم فينيكس. مين يا مستر؟ الفينيقيون. مين اللي سماهم فينيكس؟ الاغريق اللي هم بلاد اليونان. فكده في معلومه مهمه بقى، ان الفينيقيون اسمهم فينيكس، وهفهمك يعني ايه فينيكس دلوقتي. اللي سماهم كده مين؟ اليونانيون اللي هم الاغريق. يبقى الحضاره اللي في الشرق اللي اسمها الفينيقيون سبب تسميتها حضاره كانت في الغرب. اليونانيين اللي في الغرب هم اللي سموا الفينيقيون اللي في الشرق سموهم فينيكس. طيب يبقى انا اول حاجه يا مستر عرفت ان اسمهم فينيكس. يعني ايه بقى مستر فينيكس؟ قال لك فينيكس دي يعني الشعب الاحمر اللون. يعني ايه يا مستر هم الناس دي كانوا شكلهم احمر يعني؟ قال لك لا، الناس دي كان عندهم صبغه حمراء، صبغه الالوان بس كان لونها احمر، بيجيبوها من القواقع البحريه. ما تنساش ان الناس دي كانت اول امه بحريه، فالناس دي يا مستر كانوا معروفين بالبحر والصيد، فكانوا يا مستر بيصطادوا قوقعه من البحر. القوقعه دي يا مستر بيطلعوا منها حاجه لونها احمر، بيعملوا منها الصبغه للملابس، تمام كده؟ فبسبب الصبغه اللي لونها احمر سموهم الشعب الاحمر اللي هو فينيكس. يبقى مين اللي سماهم فينيكس يا مستر؟ الاغريق سموا الفينيقيين فينيكس. ليه سموهم فينيكس؟ فينيكس ده يعني الشعب الاحمر. ايوه ليه برضه يا مستر؟ عشان هم بيطلعوا صبغه حمراء من قوقعه بحريه لونها احمر، عشان كده الاغريق سموا الفينيقيين فينيكس، تمام كده؟ طيب قالك القواقع البحريه دي بتعيش قرب من السواحل بتاعتهم بتاعت الفينيقيين، عشان كده الاغريق سموهم ايه؟ فينيكس. طيب قال لك الناس دي اشتهروا باستخدامها في صبغ الملابس. يبقى ركز معايا، الفينيقيون اسمهم ايه؟ فينيكس. مين اللي سماهم كده؟ الاغريق. طيب ليه سموهم كده؟ سموهم كده عشان هم بيطلعوا قوقعه بحريه لونها احمر، بياخدوا منها صبغه بيصنعوها للملابس، بيصبغوا بيها الملابس باللون الاحمر. يبقى كده في سؤال مهم كده مثلا، انا فهمت ان البحر او الشريط الساحلي، طبعا البحر المتوسط او الشريط الساحلي اثر على الصناعه. ان هم مستر بسبب امتيازهم بالبحر بالصيد، البحر والصيد موجودين عند البحر ومشهورين بالصيد، فابتدوا يصطادوا ويلاقوا حاجه اسمها القواقع البحريه اللي بيطلعوا منها صبغه حمراء اللي بيستخدموها في صبغ الملابس. طبعا صبغ الملابس دي حاجه تخص الصناعه، صح كده؟ تمام. يبقى انا عرفت ان الفينيقيون يا مستر في ناس اسمهم الاغريق اللي هم اليونان سموهم فينيكس. يعني ايه فينيكس يا مستر؟ يعني الشعب الاحمر اللون. ايوه ليه يا مستر برضو سموهم كده؟ عشان يا ابني هم مشهورين بالصيد، فعندهم قواقع بحريه بياخدوها بينزل منها صبغه لونها احمر بيصنعوا منها الملابس، بيصبغوا بيها الملابس. فبيقول لك ان كلمه فينيكس دي ابتدوا يشتقوا منها كلمه فينيقيا اللي هي الارض حمراء اللون. يبقى فينيكس اللي سماهم كده الاغريق. سموا مين؟ سموا الفينيقيين فينيكس. وبعد كده كلمه فينيكس دي جابوا منها كلمه ايه؟ جابوا منها كلمه فينيقيا. يعني ايه فينيقيا؟ يعني الارض حمراء اللون. طبعا بسبب ايه يا مستر سموها كده؟ بسبب القواقع البحريه اللي بياخدوا منها الصبغه اللي لونها احمر. يبقى سبب تسميتهم مين؟ الاغريق. ليه سموهم كده؟ بسبب القواقع البحريه. طيب قال لك تكونت بلاد فينيقيا من عده مدن اللي لسه قالهم لك من شويه على الخريطه: بعلبك وبيروت وحيفا صيدا عكا صور وجوبيل او جبيل واوغاريت. دي مدن في بلاد فينيقيا. تعال بقى ناخدهم كده واحده واحده. قال لك مدينه صيدا دي موجوده على لسان ممتد في الماء، موجوده على الميه زي ما شفنا على الخريطه، وتحيط بها جزر صغيره. يعني دي كده يا مستر مدينه ساحليه على الميه عندها جزر، مدينه ساحليه. طيب المدينه دي هي مركز الزعامه بين المدن. يعني كده يا مستر صيدا دي هي اهم واحده في دول، دي المركز الاول، هي الزعامه، هي المركز الاول عند الفينيقيين بين المدن الفينيقيه دي كلها. ماشي. مدينه صور دي تولت الزعامه المدن الفينيقيه بعد صيدا. يبقى صيدا دي اول واهم واحده، بعدها يجي صور بالصاد مش بالسين.
قال لك سور احيطت بسور. سور بقى هي اسمها سور بالصاد، كان متحاطه بالسور اللي هو السور اللي احنا عارفينه. بسبب السور العظيم ده يا مستر كسبها مناعه ضد الغزاة. يعني اي حد كان بيجي يحتل سور ما كانش بيعرف بسبب السور اللي بيحيطها. السور اللي بيحيطها هي اسمها سور بالصاد، وبيحيطها سور اللي هو السور بقى اللي احنا عارفينه. يبقى كده السور ده يا مستر كان مانع له أهمية عسكرية، حقق الأمن القومي لمدينة اسمها مدينة سور. إن أي حد كان بيجي يهجم على المدينة دي ما كانش بيعرف بسبب السور ده، إن كان بيحيطها فكان بيمنع دخول الأعداء إليها. طيب وهنعرف دلوقتي مثال هنعرفه في آخر الدرس. ركز معايا. المدينة الثالثة اللي اسمها أوغاريد، وركز فيها قوي. المدينة دي كانت مشهورة بالفن والعمران، عندها فن وعمران، حاجتين، اشتهرت بالفن والعمران. طيب قال لك دي كانت مركز للتجارة. بعد كده يبقى كده دي اشتهرت بالفن والعمران والتجارة. طبعا التجارة دي حاجة اقتصادية. دي مدينة اسمها ايه؟ أوغاريد. قال لك كانت مركز للتجارة، او بعد كده اشتهرت في التجارة، وكانت ميناء يمتلئ بالبضائع. ميناء يا مستر يعني دي برضو مدينة ساحلية، ما عندهم ميناء يعني عندهم بحر، فدي كانت ميناء ممتلئة بالبضائع يبتدوا تروح عندها وتصدر إلى كل الجهات بعد كده. يبقى أنا عندي مدينة اسمها أوغاريد مشهورة بالفن والعمران والتجارة. طيب دلوقتي اسمها رأس الشمرة اللي هي موجودة في محافظة اسمها اللاذقية في سوريا. ماشي؟ دي مدينة أوغاريد. يبقى أنا عرفت إن أوغاريد يا مستر مركز للفن والعمران، وبعد كده بقت مشهورة بالتجارة. طيب المدينة اللي بعدها هي مدينة جوبيل أو جبيل. قال لك دي من أقدم المدن الفينيقية، وأكتر واحدة فيهم كان ليها علاقة وصلة بمصر. يعني دي كانت تثبت لي إن كده كان في تواصل بين الفينيقيين ومصر. مدينة اسمها مدينة جوبيل أو جبيل. قال لك عرفنا منين ان كان في تواصل بيننا وبينهم؟ بسبب مدينه جوبيل. ايوه عرفنا منين يعني؟ قال لك لقينا في مدينه جوبيل او جبيل دي كثير من التماثيل المصريه القديمه، فدليل على التواصل. تماثيل مصريه لقيناها هناك في جبيل اللي تبع الحضاره الفينيقيه. كمان لقينا احجار عليها اسماء فراعنه مصريين، وده دليل على التواصل الحضاري بين مصر وبلاد فينيقيا. يبقى ايه دليلك على التواصل الحضاري بين مصر وبلاد فينيقيا؟ تقول لي في مدينه اسمها مدينه جوبيل، دي موجوده في الفينيقيين في الحضاره الفينيقيه، والمدينه دي يا مستر لنا فيها تماثيل مصريه ولنا فيها احجار مكتوب عليها اسامي مصريين، فمعنى ان الحاجات دي تبقى عندهم يبقى اكيد كان في تواصل بيننا وبينهم. طيب قال لك كمان عثر فيها على اقدم ابجديه في الوطن العربي. يعني ايه ابجديه يا مستر؟ حروف. ايوه يا مستر يعني كان عندهم كتابه زي الحضاره المصريه القديمه. بس الاختلاف ان الكتابه بتاعت الحضاره المصريه القديمه كانت صور، تنساش. دول بقى كان عندهم ابجديه، يعني اخترعوا الحروف. تمام كده؟ يبقى لقينا في جبيل اقدم ابجديه الحروف. تمام كده؟ حروف الكتابه. طيب ادي يا مستر المدن. قال لك بجانب هذه المدن الفينيقيون اسسوا المستوطنات، يعني مستعمرات، يعني راحوا احتلوا منطقه معينه وعملوا فيها مدينه. طيب فين يا مستر؟ قال لك في حوض البحر المتوسط. دي يا مستر من اهم المستعمرات مدينه اسمها مدينه قرطاجه اللي انا لسه قايلها لك من شويه على الخريطه. بص كده معايا، جم هنا واسسوا مدينه قرطاجه. ايوه يا مستر قرطاجه دي اللي موجوده في تونس دلوقتي. ايوه. طب هم اخدوها ليه يا مستر؟ وهم لما يبقوا في قرطاجه هيعرفوا يطلعوا عند اليونانيين، يعني يعرفوا يعملوا تواصل مع بلاد اليونان اللي هي دلوقتي بلاد اوروبا. صح ولا لا؟ يبقى سبب تأسيس المستعمرة اللي هي مدينة قرطاجة هو سبب اقتصادي. اكتبها عندك، سبب تأسيسها هو سبب اقتصادي. هم أسسوا المدينة دي مستعمرة ليهم هنا عشان يعرفوا يروحوا لليونان على طول ويتعاملوا مع كل الدول اللي موجودة في الغرب، كل دول أوروبا. يبقى مستر قرطاجة دي مدينة دلوقتي في تونس، وسبب تأسيسها سبب اقتصادي. اكتبها عندك. قال لك دي مدينة دلوقتي في تونس، ودي أخذت في التقدم والازدهار لحد ما بقت تنافس المدن الفينيقية نفسها. هي مش مدينة فينيقية،
المدن الفينيقيه اللي احنا قلناهم فوق اهم، بعلبك وبيروت وحيفا وصيدا وعكا وصورة جبيل وغريت، دول المدن الفينيقيه. دي مستعمره فينيقيه، الفينيقيين اسسوها، ولكن لما اسسوها بقت منافس للمدن الفينيقيه، بقت شاطره كمان زيهم في التجاره والنشاط البحري. لكن لما اجي اقول لك مين اهم واحده في التجاره، بص كده معايا، مدينه اوغاريت دي من اهم واحده في التجاره. ما تقوليش يا مستر قرطاج، ماشي، دي كانت الاهم. ومين برضو اللي كانت مهمه؟ مدينه صيدا. يبقى انا عرفت ان هم عملوا قرطاجه دي يا مستر عشان في الاخر يبقى في تواصل مع بلاد مين؟ مع بلاد اليونان. وفعلا ابتدت تطور من نفسها قرطاجه وبقت متطوره وبقى عندها نشاط تجاري ونشاط بحري، بقت بتنافس المدن الاغريقيه، بس برضه هم احسن. تمام كده؟ طيب اللي بعده، فينيقيا هتسقط. ليه؟ قال لك يا مستر سقطت عن 332 قبل الميلاد، يعني كان في القرن الرابع قبل الميلاد، لما الاسكندر الاكبر احتل بلاد فينيقيا، وبعد وفاته هيحكمها السلوكيين، سلوكس، صح كده؟ طيب بعد كده يا مستر الرومان هيحتلوها وهتبقى ولايه رومانيه، بعد كده يا مستر هتيجي الحضاره الاسلاميه او الفتح الاسلامي ياخد بلاد فينيقيا. يبقى كده ركز معايا، هي كده شبه بلاد العراق؟ ولكن بص بقى شبهها في ايه؟ ان مستر اسكندر الاكبر احتلها، وبعد كده اخذها السلوكيون نفس العراق، وبعد كده الرومان نفس العراق، وبعد كده الحضاره الاسلاميه نفس العراق. طب ايه بقى ولكن اللي انت قلتها دي يا مستر؟ ما تنساش ان كان قبل الاسكندر الاكبر في العراق كان في الفرس، بعد كده الاسكندر، بعد كده السلوكيون، بعد كده الرومان، بعد كده الحضاره الاسلاميه، ده العراق. هنا بقى الفينيقيين دخلوا على الاسكندر على طول، ما كانش عندهم الفرس. يبقى هنا الفرس يا مستر لن تحتل الفينيقيون او تحتل فينيقيا. تمام كده؟ اكتب بقى كده عندك كده الفرس يا مستر لما جم احتلوا، بص نفس الموضوع ده حصل فين؟ حصل في مصر وحصل في العراق. الاختلاف الوحيد ان الفرس احتلت مصر والعراق بس ما احتلتش مين؟ فينيقيا. يبقى فينيقيا يا مستر والعراق ما الفرس ما دخلتهمش. تمام كده؟ سوري، الفرس دخلت مصر ودخلت العراق، ما دخلتش فينيقيا. لكن الثلاثه دخلوهم مين؟ الاسكندر، بعد كده السلوكيون، بعد كده الرومان، بعد كده الحضاره الاسلاميه. يبقى ايه الاختلاف بينهم؟ ان الفرس ما احتلتش فينيقيا، هي احتلت مصر واحتلت العراق بس ما احتلتش فينيقيا. لكن بعد الفرس هو بقى الاسكندر، وبعد كده السلوكيون، وبعد كده الرومان، بعد كده الحضاره الاسلاميه. الفرق ان فينيقيا ما احتلهاش الفرس زي مصر وزي العراق. يبقى هنا مستر سقطت الفرس على يد اليونان، الاسكندر الاكبر، يعني سقطت على يد الغرب، يعني سقطت بسبب الاحتلال الاجنبي. في اي مشكله يا عمنا؟ كلام جميل. تعال بقى نتكلم عن مظاهر الحضاره الفينيقيه. هنتكلم عن نشاطهم الاقتصادي والحياه السياسيه والعسكريه والاجتماعيه والدينيه، نفس اللي بنتكلم فيه عن بلاد العراق الحصه اللي فاتت، وزي ما اتكلمنا عن الحضاره المصريه في الترم الاول. تعال ناخد اول حاجه الحياه السياسيه، وابدا بقى فوق لي شويه. قال لك ان كانت المدن الفينيقيه الشرقيه، يعني المدن اللي موجوده في الشرق، المدن اللي موجوده في الشرق، بص كده معايا، نرجع للخريطه تاني. المدن اللي موجوده في الشرق، المدن اللي موجوده في الشرق، مالها يا مستر المدن اللي موجوده في الشرق؟ يعني انا كده مش بتكلم عن قرطاجه، قرطاجه في الغرب، مش بتكلم عن قرطاجه، بتكلم عن المدن اللي موجوده في الشرق. مالها بقى؟ قال لك المدن دي يا مستر من الناحيه السياسيه كانت مستقله عن بعضها البعض. يعني ايه يا مستر مستقله عن بعضها البعض؟ يعني بص، بعلبك، بيروت، حيفا، صيدا، عكا، صور، واوغاريت وجبيل، دول مدن في بلاد فينيقيا، لكن كل واحده فيهم مستقله عن الثانيه، ما لهمش علاقه ببعض. يعني حاكم بيروت غير حاكم حيفا، غير حاكم صيدا، غير حاكم عكا، غير حاكم جبيل، غير حاكم اوغاريت. وصلت؟ يبقى حياتي السياسيه للمدن الاغريقيه الشرقيه كانت مستقله عن بعضها، لا مركزيه في الحكم.
كل مدينه كان ليها حاكم. فبيقول لك اهو ان كل منهم بتهتم بمصالحها الذاتيه، كل واحده ليها في حالها ما تخصش التانيه في حاجه، وكان التنافس سائد بينهم. عشان كده الفينيقيون الشرقيون ما عرفوش انه يعملوا وحده سياسيه، ما عرفوش انه يخلوا كل المدن دي في دوله واحده، لا كل واحده كانت في حالها مالناش دعوه ببعض. تمام. طب اقول لك ان كان الفينيقيون بيفضلوا الامان والاستقرار السياسي. يعني يقول لك ايه، انا ابقى في حالي يا عم، انا مدينه اهو ليا الحاكم بتاعي، انا في حالي ماليش دعوه بالمدن التانيه. مش عشان المدينه التانيه وحشه، لا انا ما بحبش وجع الدماغ، سيبني انا كده متسيستم مع حالي، والمدينه التانيه بتقول نفس الكلام والمدينه التالته بتقول نفس الكلام. كانوا بيفضلوا الامان والاستقرار، احنا مش عايزين وجع دماغ، كل مدينه تبقى في حالها، احنا كلنا فينيقيون بس كل واحد فينا في حاله. طيب عشان كده الفينيقيون كان نظام حكمهم نظام حكم الشبه ديمقراطي. يا مستر نظام حكم شبه ديمقراطي دي؟ انا اعرف الديمقراطيه. طيب بص كده معايا، في نظام اسمه نظام الحكم المطلق. ايه نظام الحكم المطلق ده؟ اللي هو النظام الملكي. ملك زي الملك فاروق، الملك فؤاد، انا الملك، انا الكلمه الوحيده اللي في البلد، انا اللي بدير كل حاجه في البلد. ده نظام اسمه نظام الحكم المطلق. وفي نظام اسمه نظام الديمقراطي. كلمه ديمقراطي اصلا يا مستر دي كلمه مشتقه من ديمقراطس، يعني حكم الشعب لنفسه. يعني يا مستر الشعب هو اللي بيختار الحاكم، صح كده؟ هم دول النظامين. ايه بقى شبه ديمقراطي دي؟ ده اللي بين البنين، يعني هو في ملك بس مش حكم مطلق، ما بيعملش كل حاجه، وفي نفس الوقت الشعب بيختاره. يعني هو بين البنين، ولا هو مطلق ولا هو ديمقراطي، ما هو حاجه من الاثنين. يا اما انت تكون حكمك مطلق، انت اللي بتحكم كل حاجه واللي في ايدك كل حاجه، يا اما انت نظام ديمقراطي الشعب اللي بيحكم بنفسه وبيختار الحاكم. قال لك لا بقى، الفينيقيون ولا هم كده ولا هم كده، هو في ملك بس مش بيحكم كل حاجه، في ملك بس سلطته مقيده، مش كل حاجه هو اللي بيعملها. فكده ده نظام ايه؟ شبه ديمقراطي. اديني فهمت يعني ايه نظام شبه ديمقراطي. تمام. يبقى انا عرفت يا مستر ان النظام بلاد فينيقيا كان نظام اسمه النظام الشبه ديمقراطي، حيث كان لكل مدينة حكومة خاصة بها. يعني مدينة سور ليها حاكم، مدينة عكا ليها حاكم، مدينة صيدا ليها حاكم، مدينة أغاريد ليها حاكم، مدينة جوبيل ليها حاكم، كل مدينة ليها حكومة خاصة بها. اللي بيرقصها مش بيرقصها لا بيرقصها، يعني الرئيس بتاعها بيكون الحاكم او الملك على حسب بقى، لكن احنا اتفقنا ان هو نظام شبه ديمقراطي، يعني حتى الحاكم او الملك ده سلطته هتكون مقيده، مش في ايده كل السلطات. يبقى هنا يا مستر ظهر مبدا اسمه مبدا الفصل بين السلطات. فصل بين السلطات، عكس الحضاره المصريه القديمه وحضاره العراق، الملك والحاكم هو اللي في ايده كل السلطات وهو اللي بيدير كل حاجه. يبقى هنا كان في مبدا اسمه الفصل بين السلطات، الملك انت ليك اختصاصاتك مش هتعمل حاجه تانية، هم دول بس اللي انت تعملهم، في حاجات تانية انت مش تعملها. يبقى كده كان في فصل بين السلطات، كل سلطه ليها مهمتها، ما ينفعش حد يتدخل على حد. لكن الحضاره المصريه القديمه كان عندها مبدا لا فصل، ما كانش فيه فصل بين السلطات، كان الملك هو اللي بيدير كل حاجه. يبقى انا عرفت يا مستر ان نظام حكمهم كان نظام حكم ايه؟ شبه ديمقراطي، كل مدينه ليها حكومه، اللي بيحكمها يا مستر الملك او الحاكم، لكن كانت سلطته مقيده. يبقى اذا هنا كان في نظام اسمه الفصل بين السلطات. طيب اكتبها بقى عندك، فصل بين السلطات. اصحى معايا ولا اصحى معايا اديك في وشك. تعال نتكلم عن الحاكم او الملك. قال لك ده بيرأس الحكومه، ماشي، هو رئيس الحكومه، ما اكيد ما هو الحاكم، وبيحكمها بالوراثه. يبقى هنا مستر كان في مبدا او نظام اسمه مبدا الوراثه في الحكم، من نفس العيله تموت ابنك يمسك مكانها. كانت سلطته ايه؟ اهو بص، سلطته مقيده، عشان كده قلت لك النظام اسمه نظام شبه ديمقراطي، وكان في فصل بين السلطات. يعني الملك مش في ايده كل حاجه، في ايده حاجات معينه وحاجات لا.
تمام. مين بقى اللي بيساعده يا مستر؟ قال لك كان معاه يا مستر مجلس الشيوخ، ومعاه مجلس النواب، ومعاه الكهنه. طيب فهمني بقى كل واحد كان بيعمل ايه. قال لك مجلس الشيوخ ده كان هو عباره عن هيئه من المشرعين، يعني ده كده هيئه تشريعيه. فلما يجي في الامتحان يسالك اخويا يقول لك مجلس الشيوخ هيئته تنفيذيه ولا تشريعيه ولا قضائيه، تقول لي تشريعيه، يعني بيطلعوا التشريع، يعني بيصدروا القوانين. والملك ما تنساش ان سلطته تنفيذيه. خلاص كده؟ يبقى هنا الملك كان تنفيذيه، ومجلس الشيوخ في الفينيقيين كان سلطته تشريعيه. طب مجلس النواب قال لك كان بيبقى طبقه من الاغنياء، يعني لو انت غني هتخش مجلس النواب، لكن لو انت فقير وكحيان مش هتخش مجلس النواب. يبقى في معلومه انا استنتجتها كده يا مستر، انت علمتني ان انا استنتج مع حالي برضو. انا كده استنتجت ان هنا كان في طبقيه، ظهر التقسيم الطبقي، كان فيه عنصريه. ليه يا مستر؟ عشان مش هيخش المجلس غير اغنياء. طب افرض انا حد متفوق حد متعلم وشاطر بس فقير، مش هتخش مجلس النواب. يبقى اذا مجلس النواب يا مستر في بلاد فينيقيا ظهر فيه التقسيم الطبقي والعنصريه، لازم تكون غني، غير كده اطلع بره يا كلب. طيب كان في مين تاني؟ قال لك كان في الكهنه، دول رجال الدين، عارفين يا مستر الكهنه، وكان ليهم دور في إدارة شؤون الحكم. يا نهار اسود مستر، الكهنة أنا عارف عنهم إن هم كهنة رجال دين، يعني مهمتهم ليهم أهمية دينية. طب معنى إن هم يبقى ليهم حاجات في الحكم، يبقى الكهنة في فينيقيا كان ليهم أهمية دينية الله ينور عليك، ولا ليهم أهمية دينية وسياسية. تبقى كده عندك عرفت منين يا مستر إن هم ليهم أهمية سياسية؟ يا ابن الكاهن ده راجل دين، المفروض في اي حته يبقى ليه اهميه دينيه، راجل دين. لكن هنا كان بيجيب شؤون الحكم، كان بيبقى ليه دور في الحكم. يبقى هنا رجال الدين الكهنه في فينيقيا لهم اهميه دينيه واهميه سياسيه عشان بيديروا الحكم. طيب قال لك بقى يا مستر في مدن فينيقيه عرفت النظام الجمهوري. يا مستر انت مش في شويه قلت لي ان النظام في فينيقيا كان اسمه نظام شبه ديمقراطي؟ عبيط اهبال. انا قلت لك النظام الشبه الديمقراطي ده كان في المدن الفينيقيه الشرقيه. لما قمت جاي عامل لك كده من شويه قلت لك انا هنا هتكلم عن المدن الفينيقيه الشرقيه، يعني هتكلم عن دول، ماليش دعوه بقرطاجه لان قرطاجه في الغرب. فالنظام الشبه الملكي كان على دول، هم دول اللي في الشرق، لكن قرطاجه ما كانتش شبه ملكي، ما كانتش شبه ديمقراطي. يبقى النظام الشبه ديمقراطي يا حبيب قلبي كان على الدول او سوريا كان على المدن اللي موجوده في الشرق، المدن اللي موجوده في الشرق، لكن قرطاجه مش موجوده في الشرق، دي موجوده في الغرب. تمام؟ قرطاجه بقى مستر ما كانش نظامها شبه ديمقراطي، لان انت قلت لي ان النظام الشبه الديمقراطي كان في المدن اللي موجوده في الشرق. طب هي بقى كان نظامها ايه؟ قال لك كان نظامها اسمه النظام الجمهوري، اللي اعتمد على هذا النظام منذ نشأتها. يعني قرطاجة من أول ما اتعملت وهي نظامها جمهوري، ده كمان لحد ما بقت في إيد اليونان والرومان كانت برضه يا مستر نظامها نظام جمهوري. فيجي سؤال مهم في الامتحان، يجي يقول لك إيه؟ لم تتغير نظام قرطاجة السياسي حتى بعد احتلالها أو بعد سقوطها، حتى بعد ما سقطت على يد الرومان وهي برضه لسه نظامها ثابت على المبدأ، نظامها جمهوري. يبقى بالله عليك اخويا الله يسترك، بالله عليك الله يسترك ركز معايا. فينيقيا عندها مدن بعلبك، بيروت، حيفا، صيدا، عكا، سور، جبيل، وغريب، دول مدن فينيقيا. كل واحدة فيهم ملهاش دعوة بالتانية، زي ما أخدنا كل واحدة ليها حاكم لوحدها، ودول اسمهم المدن الشرقية عشان موجودين في الشرق، شرق البحر المتوسط. دول نظامهم شبه ديمقراطي. لكن في مدينة مستعمرة أسسها الفينيقيون اسمها قرطاجة عشان خاطر تكون سهلة ان هم يوصلوا لليونان، يعني سبب تأسيسها سبب اقتصادي. قرطاجة بقى دي مش زيهم، قرطاجة دي يا مستر نظامها مش زيهم، دي نظامها جمهوري.
تمام كده؟ يبقى اختلفت قرطاجة اهو، اختلفت قرطاجة عن باقي مدن فينيقيا. اختلفت عنهم في ايه يا مستر؟ تقول لي اختلفت عنهم في نظام الحكم اللي هو النظام السياسي. اكتبها عندك. دي كانت جمهوري، لكن الباقيين كلهم نظام اسمه شبه ديمقراطي. طيب تعالى بقى نتكلم عن التواصل السياسي والعسكري اللي كان بين مصر وفينيقيا. قال لك والله العظيم اقسم بالله ثلاثة، الفينيقيون والمصريون كان بينهم تواصل سياسي وعسكري. بيقول لك ان المصريين القدماء بقوا عايزين يسيطروا على سوريا ولبنان. ما قلت لك ان دول كان اسمهم بلاد الشام، هم دلوقتي بلاد الشام ومعاهم فلسطين. عشان كده جعلوها وحدة واحدة، يعني عايزين يضموا بسوريا ولبنان، يعني عايزين يضموا بلاد الشام لمصر. ايه ده يا مستر؟ هم عايزين يضموا بلاد الشام لمصر عشان احنا مفتريين وعايزين نستغلوا ونسرقوا وننهبوا الثروات بتاعت سوريا ولبنان؟ للدرجه دي احنا وحشين؟ قال لك لا، احنا مصر عايزين نضم سوريا ولبنان مش عشان نستغل الثروات، مش عشان ناخد الخير بتاعهم لا سمح الله زي بقيه الاحتلالات للدول التانيه. امال انتوا عايزين تاخدوهم ليه؟ قال لك احنا عايزينهم عشان تقوم بمثابه خط الدفاع الاول للحدود المصريه. يعني ايه يا مستر؟ يعني سوريا ولبنان على حدود مصر، فلو هم في خطر مين اللي هيبقى في خطر؟ احنا. فاحنا عايزين ناخدهم عشان نأمنهم، عشان نأمن حدودنا كدولة مصر، مش عشان عايزين ناخد الخير بتاعهم. نفس الكلام اللي خلانا اخدنا النوبة في الترم الاول عشان خاطر نأمن حدودنا. فبيقول لك ان المصريين القدماء بقوا عايزين يسيطروا على سوريا ولبنان مش عشان ناخد الخير بتاعها. امال عشان ايه يا مستر؟ قال لك عشان تقوم بمثابة خط دفاع نحقق بيه الامن القومي لمصر. يبقى احنا هنا عايزين ناخدهم ليه؟ لسبب اقتصادي؟ لا. اما لسبب ايه؟ لسبب امني، لسبب دفاعي، لسبب عسكري. عايزين تبقى هي يا مستر خط الدفاع بتاعنا، عشان هم لو اتأذوا او هم في خطر احنا هنبقى في خطر، هم اللي على الحدود بتاعتنا. فاحنا عايزين نضمهم لمصر ونسيطر عليهم مش عشان نسرق الخير بتاعهم. امال عشان ايه؟ عشان نحقق الامن القومي لمصر. في اي مشكلة؟ تمام. عشان كده الحكام المصريين ابتدوا يبعتوا العديد من الحملات العسكرية عشان يضموا سوريا ولبنان، وعايزين يضموها مش عشان يسرقوا الخير، هم عايزين يضموها عشان يحافظوا على الامن القومي لمصر. طيب قال لك ابتدوا يعملوا ايه بقى؟ قال لك ابتدوا ينشئوا العديد من القلاع والحصون الحربية في فينيقيا، زي ما عملنا مع النوبة، ابتدينا نعمل قلاع وحصون في فينيقيا. ليه يا مستر؟ قلنا عشان نحقق الامن القومي لمصر. طيب قال لك اشترك الفينيقيون مع الملك تحتمس الثالث، هم والملك تحتمس الثالث اشتركوا معاه في معركة مجدو. فاكر انت معركة مجدو اللي في الترم الاول اللي عملها تحتمس الثالث؟ مين اللي كان بيساعده يا مستر؟ اللي كان بيساعده الفينيقيون. ساعدونا وساعدوا تحتمس الثالث في معركة مجدو عشان نقضي على اعداء الملك تحتمس الثالث. مستر مش دول يا مستر كانوا الامراء بتوع اسيا؟ مين اللي ساعدنا؟ الفينيقيون. الله، يبقى اذا كده نجح تحتمس الثالث في توطيد العلاقات مع الفينيقيون بدليل ان هم ساعدونا. ماشي، ادي اول استنتاج. تاني استنتاج ان هو يخليهم يشتركوا معانا في الحرب ويساعدونا في الحرب، ده دليل على مهارتهم العسكرية. جامده قوي دي. فيجي يقول لك استعانه تحتمس الثالث بالفينيقيون، ده دليل على ايه؟ على ضعف الجيش المصري، ولا على حب الفينيقيون لمصر، ولا على حب مصر للفينيقيون؟ هي الاجابه دليل على مهارتهم العسكريه. احنا استعنا بيه عشان هم عندهم مهاره عسكريه حربيه بحريه. ما تنساش انه كانوا اول امه بحريه في العالم، فعندهم اسطول بحري قوي جدا. يبقى مستر الفينيقيون ساعدوا تحتمس الثالث في معركه مجدو للقضاء على اعدائه. طيب ادي يا مستر علاقتنا احنا والفينيقيون في عهد تحتمس الثالث. طب في عهد اخناتون يا مستر، عارفها من الترم الاول، ادى نفوذ مصر في سوريا الى الضياع. ليه يا مستر؟ لانه اهتم بالدين على اثر السياسه او على حساب السياسه،
زي ما خدنا في الترم الاول قلت لك ان امنحتب الرابع اللي هو اخناتون اللي دعا على عباده اله واحد اللي هو اتون، وبسبب اهتمامه بالدين ده اثر على السياسه وادى الى تدهور امبراطوريه مصر في سوريا. فاكر اهي بتاع الترم الاول، هي. طيب بقول لك ان في عهد اخناتون نفوذنا كان موجود في سوريا، ولكن ضعف يا مستر وانهار بسبب ان امنحتب الرابع اللي هو اخناتون اهتم بالدين على حساب السياسه، اهتم بنشر دعواته اللي هي عباده اله واحد اتون. يبقى انا عرفت لحد دلوقتي علاقتنا السياسيه والعسكريه مع الفينيقيين في عهد 2 ملوك. اول ملك تحتمس الثالث كانت علاقه يا مستر عسكريه اهي، ساعدونا في الحرب معركه مجدو. تاني ملك اخناتون اللي بوظ امبراطوريتنا في سوريا بسبب اهتمامه بالدين. تالت ملك يا مستر هو الملك رمسيس الثاني اللي كان في الاسره ال 19. قال لك ده اخذ على عاتقه، يعني على قلبه على ظهره كده وعلى كتفه، بقى هو اللي شايل المسؤوليه تعزيز النفوذ المصري في سوريا، عايز يثبت ويوطد النفوذ المصري في سوريا. وبعد المعاهده اللي عملها رمسيس الثاني لو تفتكر، اللي هي معاهده اول سلام في التاريخ اللي عملها مع الحيثيين ضد المدن الفينيقيه. ايه ده يا مستر ده؟ ايه ده؟ ثانيه واحده معلش. انت الحصه اللي فاتت عشان انت كده شكلك بتشتغلنا، الحصه اللي فاتت قلت لي ان رمسيس الثاني جاب عشتار مصر لانه عمل معاهده سلام مع ملك الحيثيين واتجوز بنته، عشان كده جابها مصر. هو بقى الحيثيين دول مستر تبع العراق زي ما قلت الحصه اللي فاتت، ما هم دلوقتي هم تبع الشام يا ابني. الحيثيين كان معاهم الشام وكان معاهم العراق، فلما اقول لك الحيثيين فالحيثيين تبع العراق وتبع الشام. وصلت كده؟ طيب فبيقول لك ان رمسيس الثاني عمل علاقه مع الحيثيين. طيب لما عمل علاقه معاهم وعمل معاهم اول معاهده سلام في التاريخ، كده بقت المدن الفينيقيه لسه موجوده تحت السيطره المصريه، وبقى في علاقات تجاريه بين مصر وفينيقيا. يبقى كده ركز معايا، كان في علاقات سياسيه وعسكريه بين مصر وبين فينيقيا. تقول لي طبعا يا مستر في عهد مين يا ابني؟ تقول لي يا مستر ده في عهد 3 ملوك. اول ملك هو تحتمس الثالث لما ساعدونا في معركه مجدو. تاني ملك هو اخناتون، وده منه لله بوظ امبراطوريه مصر في سوريا بسبب اهتمامه بنشر الدين على حساب السياسه. ثالث ملك رمسيس الثاني لما عمل معاهده سلام مع الحيثيين، وده ادى لتوثيق العلاقه بين مصر وفينيقيا، وبقت المدن الفينيقيه لسه مستمره تحت حكم المصريين. فيجي بقى هنا حاجه تاخد بالك منها، انا قلت لك مين الملوك؟ تحتمس الثالث، رمسيس الثاني، واخناتون، صح؟ يبقى التواصل السياسي والعسكري بين مصر وفينيقيا كان في عهد ملوك الدولة الحديثة، مش رمسيس الثاني وتحتمس الثالث واخناتون دول ملوك الدولة الحديثة. يبقى حبيب قلبي التواصل السياسي والعسكري اللي بين مصر وفينيقيا ده كان في عهد ملوك الدولة الحديثة. في أي مشكلة؟ كلام سهل جدا. طيب ادي الحياة السياسية. تعال نتكلم عن الحياة الاقتصادية. وعودتك قلت لك حياة اقتصادية يعني شغل، يعني زراعة، يعني صناعة، يعني تجارة، يعني فلوس. دي معنى كلمة حياة اقتصادية. تعال بقى نتكلم عن حياتهم الاقتصادية، يعني عن شغلهم، يعني عن الزراعة والصناعة والتجارة. قال لك الفينيقيون اهتموا بالنواحي الاقتصادية التي تواكب بيئتهم. يعني ايه تواكب بيئتهم؟ يعني اشتغلوا الشغل المناسب للبيئة بتاعتهم. طيب فاهتموا بايه؟ قال لك اهتموا بالزراعة، واهتموا بتربية الحيوان والصيد، واهتموا بالصناعة، واهتموا بالتجارة. تعال ناخد الناس دي عملوا ايه في الزراعة. قال لك الفينيقيون اهتموا بزراعة الارض المتاحة لهم. ده دليل يا مستر ان كده الزراعة ما كانتش هي الحرفة الاولى عندهم، صح؟ دي مش الحرفة الاساسية عندهم. هم بيقول لك ايه؟ زرعوا الارض المتاحة، يعني الارض اللي موجودة. معنى كده ان ما كانش فيه اراضي كتير تتزرع، فالزراعة ما كانتش هي الحرفة الاولى ليهم. طيب يبقى هم مستر استغلوا الاراضي المتاحة والمساحة اللي موجودة، حيث حولوا سفوح الجبال بتاعت جبال لبنان الى مصاطب. جبال لبنان عملوها على شكل مصاطب وابتدوا يزرعوا هناك. ده دليل يا مستر ان الناس دي ما كانش عندهم توفر في الارض الزراعيه. بدليل على كده ايه؟ بدليل على كده حبيبي ان هم اضطروا يزرعوا عند الجبل، عند جبل لبنان. ده دليل ان مفيش ارض زراعيه كتير يزرعوا عليها.
وده دليل ان الزراعه مش هي الحرفه الاولى. يبقى ركز معايا، مصر العراق الزراعه هي الحرفه الاولى، لكن الفينيقيون ما كانتش هي الحرفه الاولى عندهم، بدليل ان هم راحوا عند جبال لبنان وعملوها على شكل مصاطب وابتدوا يزرعوا هناك. طيب، من اهم المحاصيل اللي موجوده هناك كانوا عندهم حبوب زرعوها في السهول، يعني زرعوها على الارض الزراعيه عادي. الحبوب زرعوها في الارض الزراعيه، بس انت قلت لي يا مستر ان هم ما كانش عندهم اراضي زراعيه كتير. طب بقيه الحاجات هيزرعوها فين؟ هيبتدوا بقى يروحوا يزرعوها عند جبال لبنان، فابتدوا يزرعوا الاشجار زي النخيل والرمان والعنب والزيتون، وده عملوها مستر عند جبل لبنان. يبقى الحبوب زي القمح والارز والشعير زرعوه فين يا مستر؟ دول زرعوهم في السهول، يعني في الارض الزراعيه عادي، بس هم ما عندهمش زراعه كتير، ما عندهمش ارض زراعيه كتير، فبقيه الحاجات الاشجار هيزرعوها عند جبال لبنان اللي على شكل مصاطب. طيب، قال لك النخيل، العنب، الزيتون، الرمان. قال لك الرمان ده بقى ادخلوه الى شمال افريقيا. بص كده، الرمان ادخلوه الى شمال افريقيا. شمال افريقيا يا مستر يعني مصر وتونس والمغرب والجزائر، دول اسمهم شمال افريقيا. بص بقى كده، شمال افريقيا اللي هي مدينه قرطاجه اللي موجوده في تونس. عرفت ليه بقول لك ان سبب تاسيس قرطاجه هو سبب اقتصادي؟ هيجيبوا يزرعوا الرمان، هيزرعوا الرمان ماشي، يقوموا جايين مودينه قرطاجه، ومن قرطاجه اللهم صل على النبي هيروح بقى لليونان، ويروح لكل الدول اللي موجوده في الغرب، ويروح كمان لكل المدن اللي موجوده في فينيقيا. شفت الدماغ؟ يبقى الرمان كانوا بيودوه فين؟ في شمال افريقيا اللي هي قرطاجه، وبعد كده من قرطاجه يروح اليونان، فيروح لكل اللي في الغرب، وكمان هيروح لكل المدن اللي في فينيقيا، وكمان هيروح لمصر. فهمت الدماغ؟ يبقى مثل الناس دي اهتموا بالزراعه، لكن ما كانش عندهم اراضي زراعيه كتير، فعملوا ايه؟ قال لك الناس دي ابتدوا يستخدموا جبال لبنان يعملوها على شكل مصاطب ويزرعوا فيها اشجار. من ضمن الاشجار اللي زرعوها هو الرمان، وودوه شمال افريقيا، يعني ودوه لقرطاجه، ومن قرطاجه يبتدوا يوزعوها على كل المدن والدول. في اي مشكله؟ كلام جميل. تربيه الحيوانات، مش انتوا الحيوانات هنا، فبيقول لك ان قاموا بتربيه الابقار والاغنام والماعز، كمان اشتغلوا في الصيد. وخليك دايما فاكر ان الصيد دي اهم شغلانه عندهم، دي اهم شغلانه عندهم. الصيد يا مستر، الصيد والتجاره دول اهم حاجتين عند الفينيقيين يا مستر. الصيد دي اهم حاجه عند الفينيقيين، ده سموهم الاغريق فينكس او فينيكس. ليه يا مستر فينيكس او فينكس؟ عشان خاطر كان في حاجه اسمها قواقع بحريه بتطلع صبغه حمراء، ففينيكس ده يعني الصبغه الحمراء. فمستر مش هنسى خالص، انا مش هنسى خالص اهو كطالب اهو يا مستر، مش هنسى الله يسترك ان الفينيقيين كانوا شطار في حاجتين، اول حاجه هي الصيد، تاني حاجه هي التجاره. وما تنساش ان الصيد ده كان سبب التسميه، هم اتسموا باسم ده بسبب حرفه الصيد لما اصطادوا القواقع، فحرفه الصيد هي سبب تسميتهم. في اي مشكله؟ طيب تعال نتكلم عن الصناعه. بيقول لك ان الصناعه، ان الفينيقيون كانوا شطار في العديد من الصناعات، من ضمنها الغزل والنسيج زي مصر كده، وكانوا بيصنعوا الصوف والقطن والكتان والحرير. عشان كده انا في الترم الاول يا مستر اخدت ان كان في علاقات تجاريه بين مصر وبلاد فينيقيا، ان احنا ما كانش عندنا حرير، وكانوا ملوك مصر بيروحوا فينيقيا علشان نجيب منهم الحرير، فاكر؟ فالناس دي مصر كان عندهم غزل ونسيج، كان عندهم صوف وحرير وقطن وكتان. كان عندهم كمان حاجه اسمها صناعه الثياب المزخرفه، اللي هو لبس ويحطوا فيه حاجات زي شبه كده مثلا من ذهب من فضه، يزخرفوها يخلوا شغلها حلو. وكمان استخدموا فيها الصبغه الحمراء. الصبغه الايه؟ الحمراء اللي بيجيبوها من القواقع. يجيبوا الصبغه الحمراء اللي يجيبوها من القواقع يا مستر، ويبتدوا يصبغوا بيها الملابس. عشان كده قلت لك ان حرفه الصيد كان ليها سبب في الصناعه، القواقع ووجودهم في البحر
ووجود فينيقيا في البحر وحرفة الصيد ده أثر على الصناعة عشان يستخدموا الصبغة الحمراء اللي بتطلع من القواقع في صبغ الملابس. يعني كان أثرت على الصناعة، يبقى الصيد أثر على الصناعة. الصيد أثر على الصناعة. كمان كان عندهم صناعات زجاجية زي الحضارة المصرية القديمة، قال لك عرفوها من مصر وسرعان ما تفوقوا فيها. علمتوا الشحاتة سبقني على الابواب. بيقول لك اهو عرف الصناعه الزجاجيه مننا وسبحان الله بقوا شطار فيها جدا. كان عندهم فخار يا مستر تميز بالدقه والانسجام وحسن الذوق. عارف الفخار شغل القله والطبق من الفخار والكلام ده؟ كان عندهم مستر، ما احنا كان عندنا برضه. ايوه بس هم كانوا بيعملوا الفخار بشكل كده في فن شويه، كان في ذوق مش اي كلام في اي كلام. يبقى كان عندهم صناعه فخار تميز بالدقه والانسجام وحسن الذوق. طيب عايزك بقى تركز في الجمله الجايه دي. عندهم صناعات ايه كمان؟ قال لك عندهم صناعات معدنيه يعني معادن، فاستخدموا النحاس والبرونز والحديد والذهب والفضه. طب استخدموهم في ايه؟ قال لك استخدموهم في صناعه الاسلحه. يعني استخدموهم لسبب عسكري. ادي اول معلومه. طب تاني معلومه ان صناعه الاسلحه في فينيقيا ارتبطت، ألف مبروك، ارتبطوا مع بعض، ارتبطت بوجود المعادن. بسبب المعادن في فينيقيا صنعوا الأسلحة. طيب استخدموا المعادن دي في ايه برضه يا مستر؟ قال لك في أدوات الزينة، يعملوا منها خاتم، حلق، غويشة، واستخدموها في صناعة الآلات الموسيقية. يبقى صنعوا المعادن دي لثلاث حاجات: أسلحة، أدوات زينة، وآلات موسيقية. طيب دنيا سمير غانم قال لك ان كان وجود الفينيقيين على الساحل بتاع البحر المتوسط زي ما قلنا ده محدد تحيط به الجبال من الشرق، كان ليه اثر واضح في توجههم نحو البحر. هنا هنتكلم عن حاجه اسمها التجاره، اكتب هنا التجاره. وبمناسبه التجاره في معلومه عايز اقولها لك قبل ما اخش على التجاره. وي 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 راحت فين؟ اهو مدينة اوغاريت دي حبيبي كانت مركز للتجارة، تقدمت في التجارة، صح كده؟ طيب بص كده بقى معايا، في مدينة تانية اللي هي مدينة قرطاجة برضو كانت مركز للتجارة او اشتهرت في التجارة. خليك بقى فاكر ان الاتنين دول يتشابهوا مع بعض في ان الاتنين يا مستر محطات تجارية، خلي بالك بقى منها، مش كده؟ طيب نرجع تاني هنتكلم عن التجارة يا مستر. الناس دي يا مستر كانوا موجودين على الساحل بتاع البحر، وكان في جبال بتحيطهم من الشرق، ده أثر في توجههم نحو البحر طلبا من الرزق، عايزين الرزق يا مستر، فعشان كده راحوا البحر عشان يشتغلوا في حرفة الصيد. طيب بعد كده يا مستر هيبتدوا يشتغلوا بالتجارة ونهضوا بيها لحد ما سيطروا على تجارة العالم البحرية في الوقت ده. زي ما قلت لك ان دول كانوا أول أمة بحرية في العالم. ركز بقى معايا لما اقول لحضرتك سبب تسميتهم او ان احنا نقول عليهم اول امه بحريه في العالم ايه؟ تقول لي شغلانه التجاره. لكن سبب تسميتهم بالشعب الاحمر تقول لي شغلانه الصيد. فرق بين الاثنين، ها؟ فرق بين الاثنين، ماشي. يبقى انا عرفت يا مستر ان دول كانوا اول امه بحريه في العالم، وبسبب وجود البحر هم اللي سيطروا على التجاره في العالم البحري في الوقت ده، وان كانت هي المورد الاساسي عند الفينيقيين. طيب البحر طبعا هو المورد الاساسي، ماشي، والتجاره هي المورد الاساسي، ده شغلانهم. يبقى اذا كده يا مستر التجاره هي الشغلانه الاساسيه مش الزراعه، زي ما قلت لك في اول الدرس. دي كانت شغلتهم الاساسيه هي التجاره، تمام. قال لك ساعدهم ذلك مجموعه من العوامل. اول عامل عندهم اخشاب، فبيصنعوا السفن، فيعرفوا يتاجروا بالسفن عن طريق البحر. ادي اول عامل، وجود الاخشاب، طبعا ده عامل طبيعي. طيب اتنين، كثرة التعاريج الساحلية اللي بتخلي يبقى فيه مواني طبيعية. يا مستر ده
انت خدت في ثالثه اعدادي يا حبيبي ان في حاجه اسمها تعرج للساحل زي اللي موجود في قاره اوروبا، وتعرج السواحل يؤدي الى انشاء الموانئ الطبيعيه. فاكر انت في ثالثه اعدادي الدرس الاول التضاريس والاقاليم والكلام ده كله اهو. بيقول لك الناس دي كان عندهم تعرج في الساحل، فده ادى الى انشاء الموانئ الطبيعيه. كلمه مينا يعني المكان او الجراج يعني اللي بيركن فيه السفينه في الاخر. فالناس دي كان عندهم تعاريك في الساحل، يبقى برضو عامل طبيعي اهو ساعدهم على التجاره. العامل الطبيعي اللي هو تعرج الساحل ده ساعدهم على انشاء الموانئ عند البحر المتوسط، الرؤوس الداخليه عند البحر المتوسط. طيب ايه تاني يا مستر ساعدهم على التجاره؟ موقعهم المتميز، موقع فينيقيا اللي موجود في الشرق والغرب. هتعرف يا مستر تتعامل مع الشرق والغرب. بص كده حبيبي، هتروح يا مستر هنا مع اسيا الصغرى تركيا عادي، هتتعامل مع مصر من هنا عادي، مع اللي في الشرق ده كمان عملت قرطاجه، فتروح عند اليونان وعند الغرب عادي. فاذا موقع فينيقيا الجغرافي ده ساعدها على التواصل بين الشرق والغرب. بص كده معايا، عندي يا مستر هنا في بلاد الشام اهو، هتعرف تتعامل مع العراق، تتعامل مع مصر، تتعامل مع اليونان، وتروح الناحيه الثانيه عند ايطاليا، وهنا هو كان في قرطاجه اللي هم اسسوها، فقرطاجه هتعرف تتعامل فيها مع ايطاليا ومع هنا اسبانيا، وهتعامل فيها مع اليونان، مع كل الدول اللي موجوده في الغرب. يبقى اذا موقع فينيقيا الجغرافي ده ساعدها على التواصل بين التجاره او التواصل في التجاره بين الشرق والغرب. طيب نرجع تاني، يبقى ثالث عامل ساعدهم على التجاره هو موقعها المتوسط او موقعها الجغرافي اللي هي موجوده بين الشرق والغرب، حيث افادوا كثيرا في النقل التجاري بين الدول القديمه. موقعها خلاها تعرف تعمل تجاره زي ما قلنا مع كثير من الدول زي مصر والعراق اللي هي اسمها بلاد ما بين النهرين، ومع بلاد اليونان. ليه عرفت تعمل معاهم تجاره؟ بسبب موقعها بين الشرق والغرب، هتعرف تتعامل مع الدول اللي في الشرق وتعمل تجاره مع الدول اللي في الغرب. يبقى التجاره يا مستر الناس دي كانت اول امه بحريه، وبسبب وجودهم عند الساحل عند البحر ابتدوا يشتغلوا في التجاره، وكانوا هم اللي مسيطرين على التجاره بتاعت العالم. ايه اللي ساعدهم على كده؟ 3 حاجات. اول حاجه عندهم اخشاب هيصنعوا سفن، عندهم تعاريك في الساحل فبقى في موانئ طبيعيه على رسو السفن. ليه؟ يعني ايه رسو السفن؟ السفن تركن فيها يعني. وكمان مثلا عندهم موقع متميز بين الشرق والغرب، فموقعها ده ساعدها على التواصل التجاري، هتعرف تتاجر مع مصر ومع العراق ومع بلاد اليونان. ادي التجاره. كمان يا مستر كان في تخصص في النقل التجاري بين الدول الكبرى القديمه. ازاي بقى التخصص ده؟ قال لك سكان فينيقيا اللي هي المدن الداخليه بقى كان بيستخدموا النقل البري. ما هو مستر داخليه يعني احنا لسه داخل الدوله، فهيبقى النقل بتاعنا بري. طيب واحتكروا القوافل التجاريه التي جلبت المنتجات الاسيويه. كل المنتجات اللي جايه من اسيا، بص كده اهو، كل البلاد اللي هتيجي من ناحيه اسيا يا مستر، عايزين حته كده فاضيه اهو، او نفتح صفحه فاضيه احسن. بص كده معايا، بنقول ايه؟ بنقول المدن الداخليه هيكون طريق النقل بتاعها ايه يا مستر؟ تقول لي طريق النقل بتاعها النقل البري مع المنتجات كلها اللي جايه من اسيا. لكن المدن الخارجيه يا مستر هيكون النقل بتاعها ايه؟ بحري، من عن طريق البحر. ماشي؟ ركز بقى كده معايا ونرجع تاني. اهو بيقول لك اهو ان كان النقل كان ليه انواع. كان فيها مستر نقل بري، وده كان بيكون عن طريق المدن اللي موجوده في الداخل. راحت فين؟ يا وليه؟ اوي اهو. كان في نقل قلنا بري عن طريق الدول او المنتجات اللي جايه من اسيا. يبقى انا عندي يا مستر المدن اللي موجوده في الداخل باينه من اسمها، داخل يبقى نقل بري، احنا لسه في الدوله بري عادي. طيب بيجي منين؟ هي اللي مسيطره على كل القوافل التجاريه، اي حاجه تخص التجاره جايه من منتجات اسيا هي اللي مسيطره عليها. في المنتجات اللي جايه من اسيا واللي جايه من افريقيا هتعدي عن طريق البحر المتوسط، فده تبع المدن الداخليه ونوع النقل بري. طيب لكن المدن الساحليه اللي موجوده على الساحل هيكون طريق التجاره بتاعها نقل بري، ده يكون مجال لنشاط التجاره زي مدينه قرطاجه كده. بص بقى كده معايا، قرطاجه دي لا تزال اطلالها القديمه قائمه حتى الان، وكان بها مرسى حربي ومرسى داخلي اخر. يعني قرطاجه دي كده يا مستر كان فيها مكان حربي، كان ليها قاعده بحريه
حربيه. يعني كده يا مستر كان هنا في اسطول حربي استخدموه في الحروب، وكان في اسطول تجاري. يبقى دي كده يا مستر ليها اهميه اقتصاديه وعسكريه. في اي مشكله؟ كلام جميل. دي كده ليها اهميه اقتصاديه وعسكريه. لكن اوغاريت، بص بقى، ما انت لازم تبقى عامل في الربط كده. قرطاجه ليها اسطول حربي واسطول تجاري، يعني كان ليها اهميه اقتصاديه، عندها اسطولين اقتصادي وعسكري. ماشي ماشي. لو رجعنا بقى هنا، المدينه اللي كان اسمها اوغاريت دي كانت مركز لايه؟ للفن والعمران والتجاره. يبقى اوغاريت فن عمران تجاره. ماشي. صيدا كانت هي المركز الاول للحضاره الفينيقيه، وكانت مدينه ساحليه. دي كان ليها اهميه تحقق الامن، اللي هي مدينه سور بسبب السور اللي فيها. جوبيل او جبيل دي تثبت لي ان كان في علاقه بين فينيقيا ودوله مصر. يبقى اوغاريت هي محطه تجاريه وكان ليها اهميه في الفن والعمران والتجاره. قرطاجة يا مستر سبب تأسيسها اقتصادي، لكن برضو كان ليها أهمية عسكرية. إزاي يا ابني؟ تقول لي عشان كان فيها قواعد وأسطول حربي بحري. أسطول حربي بحري أهو، لقوا فيها مرسى حربي ومرسى آخر داخلي. يعني كده قرطاجة يا مستر كان ليها أهمية عشان عندها أسطول حربي فليها أهمية عسكرية، وليها أهمية اقتصادية عشان التجارة. طيب، وعرفت لما يقول لي المدن الداخليه، اي مدينه داخليه تبع فينيقيا ايا كان هي مين بقى، طالما مدينه داخليه يبقى نقلها بري. اي مدينه خارجيه زي قرطاجه فده نقلها بحري، يعني عن طريق البحر. الفينيقيون بقى مستر كانوا بيصدروا ايه؟ كانوا بيبيعوا ايه؟ قال لك كانوا بيصدروا المواد الخام، وبيصدروا المصنوعات، بيصدروا الاخشاب اللي جاي من جبل لبنان. يبقى كده مستر جبل لبنان ده كان ليه اهميتين. ليه اهميه في الزراعه، بنزرع عنده على المصاطب، وليه اهميه في الصناعه عشان بناخد منه الاخشاب. يبقى اذا جبل لبنان ده كان ليه اهميه اقتصاديه. ادي رقم واحد. في حاجه كمان يا مستر، هم هيزرعوا عند جبل لبنان، طب كده هيعتمدوا على ميه ايه؟ يعني الميه اللي هيزرعوا بيها ايه؟ ميه الامطار. خلي بالك منها عشان مهمه. الميه اللي هيزرعوا بيها عند جبل لبنان ميه ايه؟ تقول لي هيعتمدوا على مياه الامطار. طيب، كانوا بيبيعوا ايه تاني يا مستر؟ المواد الخام ايه تاني؟ قال لك المعادن. كانوا بيبيعوها المعادن من اقصى غرب البلاد، بيدوها للناس اللي في الغرب. والاصباغ بتاعتهم، الاصباغ الارجوانيه اللي هو لونها احمر دي، اللي جايبينها من البحر، اللي بيجيبوها من القواقع، ده برضو كانوا بيبيعوه. طب الحاجات اللي بيصنعوها، قال لك كمان كانوا بيبيعوها زي المنسوجات الدقيقه والاواني والمصنوعات المعدنيه والمصنوعات من مواد خام. اي ماده خام تانيه، حديد، فوسفات، قطن، اي حاجه كانوا بيعملوها كانوا بيصدروها عادي. يبقى الناس ده مستر كانوا عندهم حاجات بيصدروها. كانوا بيصدروا ايه يا ابني؟ تقول لي بيصدروا مواد خام وبيصدروا مصنوعات. المواد الخام ايه اللي بيصدروها؟ اخشاب اللي يجيبوها من جبل لبنان، معادن اللي يجيبوها من اقصى غرب البلاد، واصباغهم الارجوانيه اللي بيجيبوها من البحر. وعندهم مصنوعات برضو بيبيعوها زي المصنوعات الدقيقه والاواني اللي بيعملوها من الفخار، وكمان المصنوعات النسيجيه والمصنوعات المعدنيه. كل ده كانوا بيبيعوه. تمام. كان في بقى تواصل اقتصادي بيننا وبينهم. احنا عرفنا ان كان في تواصل سياسي وعسكري. هل بقى كان في تواصل اقتصادي؟ طبعا. قال لك ان كانت مصر حريصه على فتح اسواق في فينيقيا بهدف ان هي تبيع منتجاتنا عندهم. احنا كنا عايزين نعمل اسواق في فينيقيا عشان المنتجات المصريه نبيعها هناك، وفي نفس الوقت نستورد ونصدر لفينيقيا، نبيع ونشتري معاهم. طيب، هنتكلم دلوقتي عن علاقه مصر مع فينيقيا في عصر الدولة القديمة، وبعد كده هنتكلم عن علاقتهم في عصر الدولة الحديثة. علاقة مصر مع فينيقيا في عصر الدولة القديمة، أنا فاكر يا مستر إن إحنا أخدنا منهم خشب الأرز من فينيقيا اللي استخدمناه في مقابر الملوك وصناعة السفن. فاكر الكلام ده يا مستر؟ اللي عرفنا كده حجر باليرمو اللي خدناه في الترم الأول، لما عرفنا إن كان في ملك اسمه سنفرو اللي هو مؤسس الأسرة الرابعة في الدولة القديمة، عمل رحلة تجارية إلى فينيقيا لجلب خشب الأرز. يبقى كده فعلا يا مستر مصر وفينيقيا كان في بينهم تواصل اقتصادي في عهد الدولة القديمة. اللي عرفنا كده حجر باليرمو اللي قال لنا ان سنفرو راح هناك عشان يجيب خشب الارز من فينيقيا، وبعت اسطول بحري مكون من 40 سفينة زي ما خدنا الترم الاول. يبقى كده كان في علاقة بين مصر وفينيقيا.
في عصر الدولة القديمة عرفنا منين؟ من حجر باريلمو. قال لنا ايه؟ قال لنا ان سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة في الدولة القديمة راح هناك يجيب خشب الارز وكان معاه اسطول بحري مكون من 40 سفينة. طيب في عصر الدولة الحديثة هل كان في تواصل مع فينيقيا؟ قال لك ايوه، زادت العلاقات التجارية بين مصر وفينيقيا خاصة في عهد رمسيس الثاني. يبقى بدأت العلاقات بينها وبينهم في عصر الدولة القديمة، ازدهرت واتطورت في عصر الدولة الحديثة. طب في العصر المتأخر يا مستر ده كان عصر ضعف. ايوه يا ابني عصر ضعف، بس ما تنساش ان كان في واحد اسمه الملك نخاو. الملك نخاو ده اللي استعان بالبحارة الفينيقيين للدوران حول افريقيا زي ما خدنا في الترم الاول. قال لك اهو استعان الملك نخاو الثاني بالبحارة الفينيقيين للدوران حول افريقيا لاكتشاف اسواق جديدة. زي ما اخدت لك كده في الترم الاول وقلت لك هو الراجل نخاو ده ايه اللي خلاه مستر يلف حوالين افريقيا كلها؟ هو غاوي تعب يا ابني، هو بيلف حوالين افريقيا كلها عشان يكتشف سكة جديدة، يكتشف طريق جديد، يكتشف اسواق جديده. هو مش غاوي يتعب نفسه ويقعد يلف حوالين افريقيا، هو بيلف عشان يشوف سكه جديده، مكان جديد، طريق جديد، سوق جديد. يبقى فعلا كان في تواصل اقتصادي بين مصر وفينيقيا في العصر المتاخر لما الملك نخاو استعان بالبحاره الفينيقيين للدوران حول افريقيا عشان يكتشف اسواق جديده. واستمرت الرحله دي حوالي 3 سنوات زي ما قلنا، وعدوا على المحيط الاطلنطي وعند البحر المتوسط وعند البحر الاحمر. يبقى كده انا عرفت ان كان فعلا في تواصل بين مصر وفينيقيا في الدوله القديمه سنفرو لجلب خشب الارز، وبعد كده في الدوله الحديثه رمسيس الثاني، وفي العصر المتاخر للملك نخاو. فده دليل ان كان في تواصل اقتصادي بين مصر وفينيقيا. تمام. تعال نتكلم عن الحياه الدينيه لفينيقيا. الناس دي يا مستر الدين عندهم كان ايه؟ قالك الحياه الدينيه الناس دي كانوا بيقدسوا قوى الخصب والنماء، يعني قوى الخصب والطبيعه، اي حاجه خصبه او اي حاجه تخص الطبيعه. وكانوا بيعبدوا الظواهر الطبيعيه شبه الحضاره المصريه القديمه وشبه حضاره العراق. طيب ايه كمان؟ قال لك الناس دي كانت بتصور الظواهر والاشياء في هيئه معبودات ذات صفه بشريه، يعني زي برضو الحضاره المصريه والحضاره العراقيه نفس الكلام. يجيبوا ايه يا مستر؟ يجيبوا صوره حيوان ليه ديل على شكل اسد بس يكون وش انسان، يبقى كده هو بيدي لشيء معين هيئه بشريه، هو حيوان اصلا بس بوش بشر، شبه برضو الحضاره المصريه القديمه. طيب قال لك من اهم المعبودات اللي عندهم المعبود إيل، وده صاحب الحكمه والكلمه الاولى. اكتب هنا كده زود حرف اللام، ده صاحب الكلمه الاولى والاخيره، ده الكبير يا مستر، ده كده كبير الالهه عند الفينيقيون. مين هو؟ المعبود إيل، ده صاحب الكلمه الاولى والاخيره، ده كبير الالهه، وده اللي بيدير كل الشؤون الدينيه. عندهم كمان يا مستر معبود اسمه معبود بعل، ده رب الخصب والنماء، اهو اللي لسه قايله من شويه، ده اللي صلح الارض اسمه بعل. عندهم المعبود عشتار. مستر انت عشتار دي قلت لي ان كانت موجوده في العراق وجت عندنا مصر في عهد رمسيس الثاني. ايه اللي جابها هنا؟ قال لك راحت بلاد فينيقيا، بس في بلاد العراق كانت عشتار رمز الحب والحرب، يعني السلام والحرب، لكن هنا خلوها ربة الخصب والنماء، وكمان جوزوها لبعل، للإله بعل، يعني سرقوها من الفينيقيين وغيروا المهنة بتاعتها. هناك كانت ربة الحب والحرب، لكن هنا بقت ربة الخصب والنماء. ده كمان ألف ألف مبروك اتجوزت مين؟ المعبود بعل. طيب وكانت كمان بتشاركوا في جميع أعماله. معبودة عشتار اللي كان أصلها عراقي لكن راحت الفينيقيون كان عندهم المعبودة برضو عشتار، بس مهنتها اتغيرت، بقت ربة الخصب والنماء واتجوزت بعل. يبقى هنا عشتار تغيرت أهميتها أو دورها أو مكانتها، أو اختلف مكانة عشتار أو دور عشتار في العراق وفينيقيا. تقول لي في فينيقيا يا مستر هي ربة الخصب والنماء، لكن في العراق هي ربة الحب والحرب. طيب كان في معبود تاني اسمه أدونيس،
ده يمثل القوة المتجددة في الشمس بعد هزيمة الشتاء. يعني ايه يا مستر؟ يعني بيقول لك الناس دي ما كانوش بيحبوا الشتاء، تمام؟ فلما كان بيجي الصيف والشمس بقى بتهزم الشتاء، ما بقاش في شتاء يبقى في صيف، كانوا بيفرحوا. خلاص كده؟ فرمزوا للصيف اللي هو الشمس اللي بيهزم الشتاء وبيمشي الشتاء، رمزوا له في معبود اسمه معبود ادونيس. دي 3 معبودات او 4 معبودات في الحضاره الفينيقيه. تمام. اللي بعده المعابد بقى يا مستر. الناس دي يا مستر اهتموا ببناء الكثير من المعابد للمعبودات بتاعتهم عشان يعبدوا فيها. كان المعبد في الاول بسيط، لكن بمرور الزمن حصل تطور في بنائه لتصبح غاية في الفن والروعة. يبقى إذا يا مستر المعابد في الأول كانت بسيطة، لكن حصل إيه؟ تطور في الفن لبناء المعبد. المعبد ابتدى يتطور وشكله يبقى أحلى وأحلى مع الوقت بمرور الزمن. طب هل بقى كان في تواصل ديني بين مصر وفينيقيا؟ طبعا. احنا كده خدنا تواصل سياسي وعسكري، خدنا تواصل اقتصادي، هناخد هو تواصل ديني. قال لك الفينيقيون تأثروا بأفكار المصريين ومعتقدات المصريين، حيث ظهر ذلك في عادات الدفن عند الفينيقيين. لما كان حد من فينيقيا بيموت كانوا بيحطوا مع المتوفي الطعام والشراب. كده بيقلدونا ولا لا؟ ايوه. دي يا مستر فكره اسمها فكره البعث والخلود. يبقى كده الفينيقيين كانوا بيؤمنوا بالبعث والخلود زي الحضاره المصريه والحضاره العراقيه. يبقى قلدونا يا مستر في فكره البعث والخلود، كانوا بيحطوا مع المتوفي الطعام والشراب زي الحضاره المصريه القديمه والعراق. يبقى كده هم كمان بيؤمنوا بالبعث والحياه بعد الموت اللي هو البعث والخلود، ودي الفكره اللي كان واخدينها من مصر، وزي ما مين برضه واخدينها العراق. فهم كده الثلاثه شبه بعض في فكره البعث والخلود. لكن ما تنساش ان مصر اختلفت عنهم ان احنا كان عندنا الحساب بعد الموت بقى، احنا هنتحاسب. لكن العراق ما كانش عندهم حساب، قال لك احنا مش هنتحاسب ولا حاجه، احنا هنموت وهنحيا تاني بس ما فيش حساب. لكن مصر كان بيؤمن بالحساب بعد الموت. الفينيقيون هنا صوروا الفينيقيون الصراع بين الخير والشر. هم عايزين هنا يعملوا زي تمثيليه، قصه للصراع والحرب بين الخير وبين الشر. في قصه الاله بعل، يعني قصه الاله بعل ده هي قصه بتحكي الخير وبتحكي عن الشر، صراع بين الخير والشر. هم هنا يا مستر بيقول لك ان الاله بعل ده اله الخير، عدو اله الموت. يبقى هم عملوا قصه للاله بعل. القصه دي بتقول ايه يا عم؟ هي قصه بتوصف الخير والشر والصراع بينهم. كده هم بيقلدوا نفس القصه بتاعت ايزيس واوزوريس، وقصه اسمها الست. الست ده اصلا راجل، مش ست اللي هو واحده ست، لا الست ده اصلا راجل. دي قصه في الحضاره المصريه القديمه. يبقى الناس دي يا مستر قلدونا في ايه كمان؟ قلدونا في القصص التي تنافس او تتحدث عن التنافس والصراع بين الخير والشر. احنا كان عندنا قصه اسمها ايزيس واوزوريس، وقصه اسمها ست بتتكلم عن الصراع والعركه اللي بين الخير وبين الشر. هم كمان قلدونا وعملوا قصه زيها سموها قصه الاله بعل. تمام. والاله بعل ده قلنا اله الخير. ادي الحياه الدينيه. تعال بقى نتكلم عن الحياه الاجتماعيه عند الفينيقيين. يلا بينا. بيقول لك ان المجتمع الفينيقي كان مقسم الى طبقات 3، نفس المجتمع العراقي بالظبط، كان 3 برضه. يبقى تشابه مع المجتمع العراقي في التقسيم الطبقي. لكن عندهم الطبقه العليا فيها الوزير والنبلاء وكبار الكهنه والتجار والاغنياء. هنقف هنا عند التجار. هنا التجار في فينيقيا كانوا في الطبقه العليا، لكن في العراق كانوا طبقه وسطى. يبقى في استنتاج مهم قوي ان اختلفت مكانه التجار في العراق وفينيقيا. ازاي يا مستر؟ تقول لي كانوا في فينيقيا في الطبقه الاولى اللي هي الطبقه العليا، لكن في العراق كانوا في الطبقه الثانيه اللي هي الطبقه الوسطى. يبقى كده التجار مكانتهم كانت مختلفه في العراق وفينيقيا. في فينيقيا هم في الطبقه العليا، لكن في العراق كانوا في الطبقه الوسطى اللي هي الطبقه الثانيه. الطبقه الوسطى في فينيقيا كان فيها اصحاب المهن والصناعه والموظفين، يعني زي العراق مفيش مشكله. والطبقه الدنيا فيها الخدم والعبيد برضه زي العراق مفيش اي مشكله. تمام كده؟ تمام.
الحياه الثقافيه والفكريه بقى. الناس دي يا مستر اكتشفوا او كان عندهم نشأة في الكتابه، واخترعوا حاجه اسمها الحروف الهجائيه. عشان كده بنقول عليها عرفوا الابجديه زي ما قلنا في اول الدرس. الابجديه هي عباره عن كتابه بحروف. يبقى احنا يا مستر مصر اول ناس تعمل كتابه بصور. صوره حيوان، صوره حمامه، عصفور، اسد، بطه، فرخه. لكن هم اول ناس يكتبوا بالحروف اللي اسمها الابجديه. بيقول لك ان الفينيقيون عرفوا اول ابجديه في العالم اللي هي الكتابه بالحروف زي ما انا ما بكتب دلوقتي حروف في القرن ال14. بعد كده هم عملوا ده اصلا عشان يبقى في طريقه سريعه يسجلوا فيها اللي عايزين يكتبوه في البيع والشراء. يبقى هم ليه عرفوا او ليه اكتشفوا او ليه اخترعوا الحروف الابجديه في الكتابه؟ عشان يسهلوا اللي عايزين يكتبوه للبيع والشراء. يعني سبب تاسيسها هو سبب اقتصادي، عشان يكتبوا بسهوله اللي بيبيعوه وبيشتروه. يبقى سببها سبب اقتصادي، الحروف الابجديه. قال لك ان الاغريق بقى اخذوا الابجديه من الفينيقيين، دول كمان عدلوا فيها وورثوها للرومان. يبقى اللي اخترع الابجديه هم الفينيقيين. مين اللي اخذها منهم؟ الاغريق، وعدلوا فيها وطوروها وورثوها للرومان. الرومان بقى اخذوها ونشروها في كل الانحاء، يعني الاقطار الاوروبيه، ودوها في كل اوروبا. يبقى مين اللي اخترع الابجديه؟ الفينيقيون. مين اللي اخذها منهم وطورها؟ الاغريق. الاغريق ادوها لمين؟ للرومان. الرومان اخذوها ونشروها في كل انحاء اوروبا. طيب الابجديه لما اكتشفها الفينيقيون كان لها دور كبير جدا في نشر الوعي والثقافه والحضاره. يبقى سبب نشأة الابجديه هو سبب اقتصادي عشان يسهلوا اللي عايزين يكتبوه في البيع والشراء. لما عملوا الابجديه يا مستر ساهمت في نشر الفن والثقافه والحضاره في كل انحاء العالم. ودي الابجديه عباره عن حروف، لكن احنا كنا صور. طيب تعال نتكلم عن التواصل بين مصر وفينيقيا. طبعا دي هتخليها التواصل الثقافي بقى. قالك ان كانت مدينه جبيل بمثابه منطقه مصريه، دي تواصل ثقافي ها. كانت مدينه جبيل بمثابه منطقه مصريه، بدليل يا مستر ان قلت لك ان مدينه جبيل في اول الحصه دي لقوا فيها اثار مصريه، تماثيل مصريه، ولقوا فيها الواح واحجار مكتوب فيها اسماء الملوك المصريين. فبقول لك ان كانت مدينه جبيل دي منطقه مصريه كان بيعيش فيها الجاليات المصريه، يعني ناس مصريين. فبقول لك ان كان بيعيش فيها جاليه مصريه من التجار، شويه تجار مصريين عايشين في مدينه جبيل، وكان ليهم دور في نشر الثقافه المصريه هناك، ما هم مصريين، فكانوا بينشروا الثقافه المصريه في جبيل يعني في فينيقيا. كان الحكام بيكتبوا اسمائهم بالهيروغليفيه المصريه عشان يتخذوها شعار لمصر، ما هم يا مستر مصريين عايشين في فينيقيا، فكانوا هناك يا مستر الوالي هناك كان بيكتب بالهيروغليفيه عشان يبقى ده الشعار والرمز اللي يعرفهم ان احنا مصريين لما بنكتب الهيروغليفيه. ماشي. اللي بعده الحياه الفنيه بقى. الناس دي يا مستر كان عندهم عماره، يعني كانوا بيبنوا. الفينيقيون كانوا شطار جدا في العماره وزخرفه العماره. بدليل على كده يا مستر القلاع والحصون والاسوار اللي هم عملوها كان عندهم دي من اعظم اللي عرفوه في العالم القديم. الدليل على كده يا مستر كان عندنا ملك في العراق اسمه نبوخذ نصر الثاني. الراجل ده يا مستر فشل في احتلال فينيقيا بسبب اسوارها المنيعه اللي كانت موجوده، زي اللي كانت موجوده في مدينه صور. مش قلت لك في اول درس ان مدينه صور دي كان عندها سور عظيم بيحميها من الاعداء؟ صح ولا لا؟ مش فاكر في اول درس مدينه صور كان عندها سور عظيم بيحميها من الاعداء وحقق الامن القومي اهو. كان في بقى ملك اسمه ملك نبوخذ نصر الثاني في العراق، ده دخل المدن الفينيقيه كلها بس ما عرفش يخش سور بسبب السور العظيم المنيع اللي عندها، ففشل في احتلال فينيقيا. فبيقول لك ان كان عندهم اسوار وحصون منيعه، وفشل نبوخذ نصر الثاني البابلي اللي كان من بابل من العراق في ان هو يحتل فينيقيا بسبب الاسوار والقلاع العظيمه اللي موجوده هناك. القصور يا مستر، يبقى الناس دي اول حاجه بنوها بنوا قلاع لتحقيق الامن. ماشي. كمان بنوا قصور زي
في بقايا لقصر ضخم كده موجود لقوه في مدينه اسمها مدينه اوغاريد. ما انت ما تنساش ان قلت لك ان اوغاريد دي كانت مركز الفن والعماره والتجاره، صح كده؟ اهي فن وعماره يا مستر اهو. فلقوا كده بقايا لسور موجود في مدينه اوغاريد زينت اعمدته بالفضه. بيقول لك ان القصر اللي لقوه هناك ده العمود بتاعه من الفضه، ما بالك بقى القصر ذات نفسه كان شكله عامل ازاي؟ لما العمود من الفضه يبقى القصر كله كان من ايه وشكله ايه؟ فده دليل ان الناس دي كانوا شطار في العماره ومتفوقين في العماره وزخرفه العماره. ودليل على تفوقهم في علم اسمه علم الهندسه، لما هم يبنوا الاسوار والحصون العظيمه دي ويبنوا القصور العظيمه دي ويبنوا المعابد دي، ده دليل ان هم شطار في علم الهندسه. كمان هيبنوا المعابد، وبيقول لك ان تدل البقايا بتاعت المعابد اللي موجوده على مدى تمكن المهندسين من فنهم وقدرتهم على استخدام كتل ضخمه من الاحجار. يبقى هنا انا استفدت من معلومه ان المهندسين هنا يا مستر لما كانوا بيبنوا المعابد كانوا بيبنوها من الاحجار، والناس هناك يا مستر كانوا بيستخدموا الاحجار للبنى، وده برضو بيتشابه مع الحضاره المصريه القديمه اللي كانوا بيستخدموا الاحجار، وساعات كانوا بيستخدموا الطمي، لكن برضو استخدمنا الاحجار زي ما بنينا بيها الاهرامات. تمام. ادي العماره، عرفنا ان هم بنوا قلاع وحصون، وقلاع الحصون دي حققت لهم الامن بدليل ان نبوخذ نصر الثاني فشل في احتلال فينيقيا. وعرفت ان كان عندهم قصور، من بقايا القصور اللي لقيناها قصر اللي لقيناها في مدينه اوغاريد عموده كان معمول من فضه، فاذا كان في قصور متفوقه وجميله جدا. والمعابد يا مستر المهندسين كانوا بيبنوها من الاحجار. طيب تعال بقى نتكلم عن ايه حاجه اسمها الفنون. الفن، قال لك الفينيقيون كان عندهم فن النقش والنحت شبه الحضاره المصريه القديمه، ويبدو ده فيما عثر عليه من توابيت رائعه. لقوا توابيت يا مستر معمول عليها رسوم ونقوش، ده تابوت لقوه في مدينه جبيل. يبقى اذا الناس دي يا مستر كان عندهم فن رسم ونقشه زي الحضاره المصريه القديمه، وكان عندهم نحت برضه. الفينيقيون كانوا متقنين جدا فن صناعه الحلي، كانوا شطار جدا في الصناعه بتاعت الحلي، الخواتم والحلقان والسلاسل والكلام ده كله. بيقول لك اهو صنعوا العقود، عقد والخواتم والاقراط اللي هي السيال ده اللي بتلبس هنا في الايد، الانسيال، والاساور اللي هي برضه بتتلبس في الايد، عملوها من الفضه والذهب والاحجار الثمينه. وزي ما قلنا ده اصلا من اول الدرس لما قلت لك الناس دول في الصناعه كان عندهم المعادن، والمعادن استخدموها في الاسلحه، وقلت لك استخدموها في ادوات الزينه. ده كده كده اصلا كنا قايلينه من اول الدرس. فده دليل يا مستر ان الناس دي كانوا شطار في علم الفن، دول صنعوا حلي وعملوا منه اساور واقراط وعملوا منه عقود وخواتم، وكانوا كمان شطار في النقشه والنحت. ادي حضاره فينيقيا. اتمنى يكون درس سهل بالنسبه لك. ان شاء الله الحصه الجايه هيكون في امتحان على الدرس ده، وما تنساش تحل الواجب بتاع الدرس ده. طبعا ده هيكون الواجب بتاعك زي ما انت عارف، الواجب بتاعك هيكون من صفحه 34 35 36 37 38 39 تمشي 40 41 42. ده الواجب بتاعك يا باشا لحد صفحه 42. ان شاء الله كده احنا خلصنا بفضل الله اول وحده اللي هم درسين، بلاد العراق وبلاد فينيقيا. حضرتك هتحل واجب الدرس ده وهيكون عليك امتحان على الدرس ده. اشوفكم على خير الحصه الجايه، وطير انت.